السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم. اللهم نسألك صباح يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. احلى صباح في الدنيا واحلى منظر في الدنيا هو الشروق. ايه رأيكم في المنظر الجميل ده بجد؟ لا لسه السما نصها ضلمة ونصها منور، حاجة كده بصراحة بجد. وهوا الصبح ده اللي ينعش ويرد الروح، هوا نقي مش اي تلوث خالص. احلى هوا، احلى نسمة ساقعة كده هوت في الحر في الصيف ده، بتاعت الفجر دي او بتاعت الشروق. دلوقتي بقى احنا شفنا الشروق، عايزين نفوق كده، نخش بقى نعمل كوباية كابتشينو. ايه رأيكم تيجوا معايا وانا بعملها واوريكم طريقتي في الكابتشينو بتعمل ازاي؟ يلا بينا. ايوه، احلى حاجة بقى، احلى من اي حاجة انك تصحي على الغنى والطرب العالي ده طبعا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط السكر اللي احنا متعودين ناخده، وعليه كده معلقة من النسكافيه البلاك بتاعك العادي ده، مش اللي هو ال3 في 1 ولا حاجة، لا. هنظبطه دلوقتي احلى تظبيطة. ايه رايكم في المج بتاعي؟ حلو. ده كان جايلي هدية من جوزي، حاجة كده بقى ايه من زمان قوي وعزيزة على قلبي. هحط عليه معلقتين مية وادعكه شوية كده يبيض، وبعدين هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. عارفين اللي هو الويب كريم اللي بيحطوه عليه في الكافيهات؟ انا هعمله هنا الكريم شانتيه. دي معلقة كريم شانتيه، دي معلقة لبن بودرة، هنعمل بيها اللبن اللي هنصبه على الكابتشينو. ضربته حبة كده شوية. دلوقتي بقى عندنا لبن كده ده في كنكة، من غير ما نضربه ومن غير اي حاجة. هنحط له معلقة الكريم شانتيه ومعلقة اللبن البودرة، نحطهم بس بالمعلقة عشان ما يقعوش كده. هو ده بقى ايه، هنحطه على النار يسخن، ممكن بالشوكة كده نضربه ضربتين وهو على النار. وده بقى ايه، احنا عملنا كده ايه، حاجة زي الويب كريم اللي بيبقى في الكافيهات بس في البيت. هتديله كمان دسمة وطعم حلو جدا، طعم غني زي اللي بنشربه في الكافيه بالظبط. ويعني بغض النظر بقى عن الرغوة وعن التشكيل والاشكال والحاجات دي، لا هو بيديله طعم كمان تحفة جدا يعني. حطه على النار يغلي، اضربه شوية بالشوكة. اللبن غالي، ودلوقتي بقى ودي بقى احلى طعم مع الرغوة كمان بقى. واو، نقلب، ممكن نقلب بالشوكة. خدي بقى احلى طعم بقى. واو واو واو، طعم الكريمي فيه هتلاقيه تحفة. ناخد بقى شوية كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طعم احلى من بتاع الكافيهات كمان، مش زي بتاع الكافيهات بس. طعمه تحفة بجد. جربوا الوصفة دي كده هو في النسكافيه بتاعكم او في الكابتشينو بتاعكم، هتلاقوا طعمه غني جدا. تحفة. يلا اسيبكم بقى، وصباح الخير مرة تانية. اتمنى يكون طريقتي المتواضعة في النسكافيه او في الكابتشينو عجبتكم. يلا بقى اسيبكم دلوقتي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.